اوه ايه يا عم جوجل، ليه الزبائن مش بيكملوا يشتروا مني؟ الموضوع ايه؟ مالك يا حاج؟ مش جوجل اللي بيرد عليك، الحمله محتاجه تحليل وتعرف النتائج ماشيه ازاي، مش خناق معاها. ما انت مش فاهم يا باشمهندس، الناس بتخش على الاعلان وبيروحوا الصفحه بس مش بيكملوا خالص. ما هو ده اللي انا جاي عشان اكلمك عليه يا حاج. عارف يا حاج ايه اللي ممكن يكون غلط؟ انا عارف الحته دي يا باشمهندس، سمعتها منك مره، اكيد عشان ما كتبتش الكلمات الكبيره اللي الناس بتحبها، صح؟ افضل اهبد انت يا حاج. لا عدينا المرحله دي خلاص يا حاج. دلوقتي لازم تعرف الحمله بتقول لك ايه والنتائج بتطلع ازاي. من اهم الحاجات لازم تعرف كم واحد شاف الاعلان، وعدد النقرات على الموقع او الضغط على الاعلان بتاعك، وكم واحد دخل الموقع بتاعك، ومعدل التحويل، ودي نقطه مهمه جدا، يعني كم واحد شاف الاعلان وضغط عليه ودخل اشترى منك. يعني الناس بتشوف الاعلان يا باشمهندس وما بتكملش شراء. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ ترى يا حاج لو الرقم ده قليل كده هيبقى عندك مشكله في صفحه المنتج بتاعك، محتاج تصميم احسن او تفاصيل اكتر او عرض مغري عشان الناس تاخد القرار في الشراء من المنتج بتاعك. طب يعني كده يا باشمهندس ان انا محتاج اقلب الموقع ده كله واعمل واحد جديد؟ مش شرط يا حاج، تقدر تبدا بتحليل بسيط، وفي حاجات بتقول لك تعمل ايه بالظبط، وتشوف من خلالها كده ايه اللي هيشد الناس اكتر وازاي بيتفاعلوا بالصفحه بتاعتك، وتمشي خطوه خطوه وتعدل شويه شويه لحد ما تحسن من الاعلان بتاعك. طب يا باشمهندس، طب انا اعرف ازاي الناس اللي دخلوا عملوا ايه في الموقع، ولا شافوا ايه ولا ما شافوش ايه؟ هو انا ساحر؟ من اهم الحاجات اللي ممكن تحلل صفحه الهبوط بتاعتك يا حاج مواقع زي اسمها هوت جار، ده بيسجل سيشن كامله للناس اللي هتخش الموقع بتاعك وتعرف هو راح منين وجه منين. ايه ده يا باشمهندس، هو في حاجه زي كده في السوق؟ يعني اقدر انا اشوف كل عميل دخل على الموقع شاف ايه وما شافش ايه وراح فين وجه منين؟ والله دي حاجه حلوه يا باشمهندس. بقول لك حاجه يا باشمهندس، مراتي كل يوم بتلعب في الجوال وبتخش في مواقع كده، عايز اشوفها بتتصفح بتروح تعمل ايه هناك، ينفع؟ لا يا حاج، انت كده عايز تهاك الناس وانا ماليش في الكلام ده. السلام عليكم.